العادة السرية والبروستاتا وسرعة القذف، هل ليهم علاقة ببعض؟ طبعا البروستاتا بتبقى حباية كده قد العدسية، يعني عشان تبقوا انتوا فاهمين. طيب، قولا واحدا بس انا ليا طلب قبل ما اجاوب على السؤال ده، عشان الفيديو اللي جاي هديكم العلاج. يا ريت لايك وشير ومتابعة ونوصل لنص مليون متابع، لان يعني انا حاسس سواء التيك توك او البرامج الاخرى عامله لي تحدي ان انتم مش هتقدروا تعملوا كده، لكن ارجوكم، انا واثق فيكم ان انتم تعملوا متابعة عشان استمر معاكم. البروستاتا يا جماعة هي مسؤولة عن القذف، وإذا حصل ليها احتقان بكل بساطة هيبقى عندك سرعة قذف أو شعور دايم بالإثارة، وبالتالي ما بتتحكمش في قذفك. فلو انت كنت مدمن للعادة السرية، احتمال كبير سبب من اسباب سرعة القذف اللي بتكون عندك هي راجعة لالتهاب البروستاتا او احتقانها. كمان احتقانها بيأثر على الاعصاب اللي حواليها، مما يؤدي برضو لسرعة القذف. فلايك وشير ومتابعة، والعلاج في الفيديو اللي جاي.